هل دخلت مصر عصر الطائرات الانتحارية بصمت؟ منصة إخبارية إسرائيلية تكشف ما وصفته بتحول لافت في العقيدة العسكرية المصرية، تحول قد يعيد حسابات القوة في المنطقة. بحسب منصة كيكار هاشبت، كشفت مصر خلال معرض عسكري في السعودية عن طائرة مسيرة انتحارية متطورة تحمل اسم حمزة 3. ليست طائرة عادية، بل نظام قتالي قادر على التحليق لمسافة تصل إلى 2100 كيلومتر والبقاء في الجو 10 ساعات كاملة، برأس حربي 50 كيلوغراما، وأنظمة استطلاع دقيقة، وقدرات عالية على مقاومة التشويش الإلكتروني. والأخطر أن حمزة 3 يمكن تشغيلها ضمن أسراب ضخمة، عشرات الطائرات تطلق في وقت واحد ومن اتجاهات متعددة، وهو تكتيك معروف بقدرته على إرباك أقوى أنظمة الدفاع الجوي. ولم يتوقف الأمر عند الجو. المنصة تشير إلى الكشف عن منظومة صقر 105، وهي منصة برية خفيفة تطلق